يعتبر من افضل العناصر الطبيعيه اللي انا بستخدمها للحمام في علاج حالات الاسهال الابيض، الاسهال الاخضر، اي نوع من الاسهالات. وبيعالج كمان الامراض اللي هي التنفسيه. يعني لو انا عايز علاجات من غير ما اشتري ادويه، عندي علاج اهو كده بالمجان. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة دايما يا رب. ان شاء الله النهارده هنتكلم على مكون كلنا بنرميه، فعلا هنعمل منه مزرعة زغاليل. مكون طبيعي 100% هيحمي حمامك من اي امراض، اذا كانت امراض بكتيرية وامراض فيروسية. والامراض البكتيرية اللي احنا دايما بنتكلم عليها السالمونيلا، الاسهالات، الكنكر الحويصلي، كل ده ممكن يصيب الحمام بتاعنا في فترة موسم التزاوج. موسم التزاوج اللي هو موسم الخير اللي احنا داخلين عليه، اللي هو موسم الشتاء اللي احنا بنستناه عشان ننتج فيه. عشان كده لازم ان انا ما اضيعش وقت مع الحمام بتاعي. المكون اللي احنا هنتكلم عليه النهارده اللي هو قشر الرمان. وعرفت فوائد قشر الرمان، صدقني مش هتقطعه من المكان بتاعك. بس قبل ما نتكلم على طريقه تحضيره، هنتكلم على الفوائد العظيمه بتاعته، اللي هي ان هو بيعالج حالات الاسهال المزمن، اذا كان اسهال ابيض، اسهال اخضر، اي نوع من الاسهالات. الاسهال الابيض ده بيخليه فعلا الزرق بتاع الحمام بتاعنا بيصبح بعد كده متماسك، نظرا لاستخدامنا قشر الرمان او ماء قشر الرمان اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي، ونتكلم على طريقه تحضيره. بيعالج ايضا مرض السالمونيلا. عايزين نحمي حمامنا في الوقت ده من المرض اللي هو مرض السالمونيلا، فنستخدم ان شاء الله قشر الرمان، هينتهي عندنا تماما. قشر الرمان كمان طارد قوي جدا للديدان، واحنا عارفين طبعا لو في ديدان مش هيبقى فيه انتاج، لان طبعا الديدان هي المؤثر الاساسي على قله الانتاج، فعايزين نقضي طبعا على الديدان، فلازم ان احنا نستخدم قشر الرمان، وده علاج قوي جدا في طرد الديدان عند الحمام بتاعنا. يساعد قشر الرمان في امتصاص وطرد السموم من جسم الحمام. يعني احنا مش هنحتاج لاي مضادات سموم اذا كانت بيطري او اذا كانت بشري، فده طبعا عندنا مضاد سموم قوي جدا بالنسبه لقشر الرمان. يعالج حالات البرد والرشح عند الحمام. هنلاقي طبعا في الوقت ده انتشار الامراض اللي هي التنفسيه، البرد، دمعه العين، فان شاء الله طبعا قشر الرمان بيعالجها وبيقضي عليها تماما. يعالج امراض العيون. يعني لو احنا عندنا دمعه العين اللي احنا طبعا بنشتكي منها، ان شاء الله باذن الله قشر الرمان برضه هيعالجها. ومن اهم فوائد قشر الرمان ان هو بيعالج مرض الجدري. يعني لو عندنا مرض الجدري ان شاء الله هيقضي عليها تماما، هيبقى كمضاد فيروسات قوي جدا بالنسبه للقضاء على الجدري اللي هو عند الحمام. يساعد ويحسن عمليه الهضم وعلاج حالات عسر الهضم. يعني مش هنلاقي طبعا تهجر الحويصله سواء عند الزغاليل او عند اللصوص الكبيره، في بعض الناس بتشتكي من الموضوع ده خاصه عند الزغاليل، هنلاقي الموضوع ده منتهي تماما. مش هنلاقي برضه فرد حمام بيرجع او الحالات اللي احنا دايما بنشوفها نتيجه عسر الهضم. دي كده يا جماعه فوائد قشر الرمان اللي احنا قلناها. ان شاء الله نتكلم على طريقه التحضير بتاعته. طريقه التحضير بتاعته هي برضو ان انا ممكن اجيب قشر الرمان زي ما هو كده فريش طري بالطريقه دي كده، يعني ما يعادل 2 جرام او جرام ونص، وابدا احطه في الميه حتى درجه الغليان لمده ربع ساعه. بسيبه يغلي طبعا، وبعد كده بصفيه وبقدمه للحمام بتاعنا. ممكن ان انا برضو استخدم قشر الرمان ده في فتره الصيف، ان انا احمص قشر الرمان ذات نفسه، انشفه كويس جدا في الشمس لمده 3-4 ايام. ببدا بعد كده اطحنه، بخلي المسحوق ده معايا اذا كان صيف او شتاء، واستخدمه برضو بنفس الطريقه دي كده، اللي هي ان انا ممكن اغلي الميه واحطه عليه برضو ما يعادل جرام ونص او 2 جرام على اللتر. بعد كده بسيبه ان هو يتصفى، وبقدمه برضو الحمام بتاعنا بنفس الطريقه. يعني ممكن قشر الرمان ده يا جماعه استخدمه طوال الموسم اذا كان في الصيف او في الشتاء. طبعا ما ننساش ان احنا لازم نقدم للحمام بتاعنا اي علاج على عطش، زي ما احنا شايفين كده الحمام بيبدا يتهافت على اي عشبه او اي علاج عشان يستفاد باكبر قدر من الادويه او من الاعشاب اللي انا بديها له. كده يا جماعه انا بعمل وقايه للحمام بتاعنا، فعلا بيعتبر من افضل العناصر الطبيعيه اللي انا بستخدمها للحمام في علاج حالات الاسهال الابيض، الاسهال الاخضر، اي نوع من الاسهالات. وبيعالج كمان الامراض اللي هي التنفسيه. يعني لو انا عايز علاجات من غير ما اشتري ادويه، عندي علاج اهو كده بالمجان، انا بخليه عندي طوال فصل الصيف وطوال فصل الشتاء. بنشف قشر الرمان ده وبخليه عندي في كيس كده بشتغل بيه. صدقني لو انت بتشتغل بقشر الرمان ده مش هتلاقي اي اسهالات، مش هتلاقي الجدري، مش هتلاقي دمعه العين اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو، مش هتلاقي طبعا الديدان اللي هي بتعوق الانتاج بتاعنا. يعني مكون طبيعي 100%، مش هتحتاج لاي ادويه اذا كانت ادويه بيطريه او ادويه بشريه. حاجه سهله وبسيطه جدا، ممكن فعلا اعمل للحمام بتاعي تحصين قوي جدا ضد اي امراض اذا كانت امراض فيروسيه وامراض بكتيريه، وخاصه اللي بتبقى منتشره في فصل الشتاء، والحمام فعلا هيفضل ينتج باستمرار.
اسف جدا على الاطاله في الفيديو، يا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير والاشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد من قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.